تخيل معايا هاد الكوشمار الصاعق. كتكون كتسنى السوق ينزل وكتخمم تشري بقاع السوق. كتصبر عام، عامين، والاسعار كتوقف وكتجمد. صافي كتقول هذا هو وقت شراء. كتغامر وكدير اول خطوه، ولكن كتلقى راسك طايح في واحده من الاخطاء القاتله اللي كترتكب في فتره الركود. كتخسر الفلوس وكتفشل في الاستثمار، ماشي حيت شريتي، ولكن حيت شريتي بالطريقه الغلطه. الاخطاء اللي غنهضروا عليها اليوم ماشي مجرد تفاصيل صغيره، هادو فخاخ حقيقيه كيطيح فيها 90% من الناس اللي كيحاولوا يستغلوا الركود، والنتيجه كيشريو اصل كيجمد لهم الفلوس للسنوات، او كيوليو مضطرين يبيعوا بالخساره. أنا بدر كريم، وهذا هو برنامج إيموفايت إنسايد ستوك، البرنامج رقم 1 في المغرب في مجال العقار بلا منازع، فمصداقيتنا لا تقارن. موضوع حلقتنا اليوم ماشي مجرد كلام، هو تشريح دقيق لخمسة الأخطاء قاتلة كيرتكبها المشتري العادي في فترة التباطؤ، وكيفاش المستثمر الذكي كيحولها لفرصة. أولا، تنعتذر على اللغة الدارجة اللي ما كنتكلمش بها مزيان، ولكن حنا كنتعلموا باش نوصلوا لكم معلومة. المرحلة الأولى، تذكرة سريعة وشنو كيوقع ملي كيوقف السوق، لو ستاند باي. كيف ما شفنا في الحلقة اللي دازت، الأرقام الأخيرة ديال بنك المغرب كتشير لواحد الديليما قوية. الأثمنة مازال مستقرة أو نازلة شوية، ولكن حجم البيع طاح بزاف. هذا كيعني أن السوق في مرحلة الانتظار. البائع كيتسنى أن الطلب يرجع، والمشتري كيتسنى أن الأسعار تنزل أكثر. ووسط هذا الجو ديال التردد، كاين اللي كيقرر يدخل دابا باش يستغل هذا التجميد، وهاد الناس هما اللي لازم يسمعوا لهاد الأخطاء اللي كتهدد الاستثمار ديالهم. الخطأ الأول، فخ الانتظار حتى القاع، The Perfection Trap. هذا هو الفخ الأكبر. المشتري كيقول أنا غنتسنى حتى يوصل الثمن لأدنى نقطة ديالو، ديك الساعة عاد غنشري. التحليل الصادم، في الأسواق العقارية اللي كتشهد نمو ديموغرافي واقتصادي بحال المغرب، نادرا ما كيوقع الانهيار ديال بصح. اللي كيوقع هو تصحيح أو ركود أفقي. صعيب بزاف تعرف فين كاين القاع، وحتى الخبراء كيتفقوا على أنه فاش كتبان لك مؤشرات القاع كيكون فات الفوت باش تشري. الحل العملي، خاصك تشري القيمة ماشي التوقيت. إلا لقيتي عقار في موقع استراتيجي بحال اللي غيكون قريب من مشاريع 2030، فهذه هي أفضل فرصة ممكن تطيح فيها. ما تضيعش الوقت في الانتظار اللي ممكن يطول عليك، بل استغل اللونتور الحالي. المرحلة الثانية، التركيز الخاطئ والقرار القاتل. The wrong focus and the deadly decision. ملي كينزل السوق كيتبدل التركيز عند المشتري من الجودة للرخص، وها هما الأخطاء اللي كتجي مع التفكير. الخطأ الثاني، شراء عقار لا يدري دخلا، The dead asset trap. هذا خطأ كيطيحوا فيه الناس اللي كيشريوا بغرض المضاربة فقط. كيشري عقار ب70 مليون كيتسنى يبيعه ب100 مليون، ولكن إلا تعطوا السوق ل5 سنين. التحليل الصادم، عقار كيتخسر عليه غير الفلوس ديال الصيانة والضرائب، وما كيدخلش لك الكرا، كيولي أصل ميت ديد أسيد. هذا الأصل كيولي عبء مالي، وكيخليك مضطر تبيعه بالآخر بالخسارة باش تخلص المصاريف المتراكمة. الحل العملي، ركز على العائد الإيجاري الصافي Net Rental Yield. خاصك تشري عقار تقدر تكريه بالزربة، القرب من الجامعات، المراكز التجارية أو المناطق الصناعية. في فترة الركود الدخل ديال الكرا هو اللي كيعاونك تخلص الكريدي وكيحافظ على الكاش فلو ديالك إيجابي. هذا هو الاستثمار الآمن. الخطأ الثالث، التفاوض بالحشمة، The timid negotiation. ملي كيكون السوق راكد، قوة التفاوض كتكون بين يدين المشتري، ولكن أغلب الناس كيحشموا يطلبوا تخفيض كبير. التحليل الصادم، المناقش العقاري والبائع في فترة الركود كيعاني من جوج ديال الحوايج: أ، كلفة التخزين ديال العقار، ب، الضغط ديال البنوك اللي كيتسناو فلوسهم. هاد الشيء كيخلي البائع مستعد يقدم تخفيض كبير ما بين 15 حتى ل 20% باش يتخلص من هاد الضغط. الحل العملي، خاصك تكون قاصح في التفاوض. قدم عرض أول أقل ب 20% من الثمن المعلن، واستخدم معطيات السوق الحالية كأدلة: سعر الفائدة اللي طالع، انخفاض حجم الصفقات. ما تخليش الحشمة تضيع لك ملايين السنتيمات. المرحلة الثالثة، المزالق المالية والاستراتيجية، The Financial Pitfalls and Strategy. الخطأ الرابع، الاعتماد الكلي على القرض، The High Leverage Trap. كيشوف المشتري أن الثمن نزل وكيقرر أنه غيشري بجوج ديال العقارات بدل واحد، وكيعتمد على قرض كبير أكثر من 80% من قيمة العقار
باش يغامر. تحليل صادم: سعر الفائدة طالع حاليا. ملي كدير قرض كبير الكلفة ديال القرض كتولي مرتفعة، وهذا الشيء كيقلل بزاف من لا مارج دو سيكوريتي ديالك. أي مشكل بسيط في الخدمة ديالك أو زيادة بسيطة في المصاريف كيخليك عاجز على سداد الأقساط الشهرية. الحل العملي: لازم تزيد الابور بيرسونيل ديالك وما تخليش نسبة القرض تفوت 60% من قيمة العقار. الشراء في فترة الركود خصها تكون ذكاء مالي ماشي مغامرة. الخطأ الخامس: الشراء بعيدا عن قاطرات النمو. The wrong location trap. ملي كتنزل الأثمنة الناس كيقلبوا على رخص بلاصة وكيتجاهلوا الأماكن اللي غتعرف نمو مؤكد. التحليل الصادم: الركود كيأثر على كل شيء ولكن ماشي بنفس الدرجة. الأماكن البعيدة عن المدن الكبيرة والمشاريع الهيكلية هي اللي كينزل الثمن ديالها وما كيعاودش يطلع بالزربة. هذا الشيء كيتسمى فخ الموقع. الحل العملي: ركز على قاطرات النمو، هما الأماكن اللي غتستافد بالزربة من المشاريع الكبرى بحال محيط الملاعب ديال المونديال، المدن الجديدة أو المناطق اللي غتعرف فيها إعادة هيكلة البنية التحتية. هاد المناطق واخا يكون الثمن ديالها غالي شوية دابا فهي اللي غتعطيك البلو فالو، القيمة المضافة في السنوات القادمة. المرحلة الرابعة: الخلاصة والقرار الحاسم. العقار ماشي لعبة ديال الحظ، هو قراءة معمقة للمعطيات. فترة الركود الحالية هي هدية للمشترين اللي فاهمين، هي الفترة اللي كدير تصفية للسوق وكتخرج منه اللي ما عارفش يلعب اللعبة. إلا كنتي باغي تشري، شري القيمة ماشي أرخص سعر، تفاوض بجرأة واستعمل معطيات السوق كأدلة الضغط. إلا كنتي مستثمر، تأكد أن العقار كيجيب لك الكرا مزيان باش ما يوليش عليك عبء مالي. تذكر ديما النجاح ماشي في الشرية بثمن رخيص بزاف، بل في الشرية برؤية واضحة للمستقبل القريب. الركود هو وقت الاستعداد للانتعاش. نتلاقاو في الحلقة الجاية من إيموفايت إنسايت ستوك، البرنامج رقم 1 في المغرب، فين غنكشفوا لكم على المناطق العقارية ال5 الواعدة في المغرب لأفق 2030. ما تفلتوش الحلقة. وباش تستافد من أي مستجد قانوني في عالم العقار في المغرب، اشترك دابا في القناة باش تولي ديما واعي بالقانون.